السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء القصة لازم تكون واقعية حقيقية يستفيد منها العالم، ولا نوصيكم باللايكات وتفعيل الجرس والمشاركة. وهذه قصة عن شيخ من المنتفج اسمه عزيز. هذا الشيخ ما الله قسم له عيال، أخذ نسوان وطلق نسوان وأخذ نسوان وطلق نسوان وماكو. تالي أخذ له مرة الله قسم له منها بت. إيش سمى البت؟ سماها حمدة. بليلتها فكر قلب اسم حمدة حمد. قال لمرته أنا ما عندي ولد وأنا شيخ عشيرة ولازم أجلب اسمها حمد وتكض مكاني وتصير. سكتت مرته وصارت بنته وصار حمد. شقل لك الشيخ صار عنده ولد اسمه حمد، ذبح ذبايح عزم الشيوخ وعندي ولد. المهم صار حمد عمره بال15 16 سنة، علمه للرماية ولا ضرب السيف ولا الرماح. صار حمد كبر، صار فارس العشيرة، صار يغزي ويجسم، يغزي والغزو له ما فارس نحرب بالشيوخ. المهم ظل على هالحكي هذا، ظل حمد مات الشايب صار هو شيخ العشيرة يغزي ويجيب. ظل عمره حمد صار 40 سنة. قال أنا ما يصير، أنا الله خلقني لشي، أنا ما يصير أنا مرة شلون أصير زلمة. قام يعارج الفرسان يغلبهم، قال أنا لازم فارس كون يغلبني يلا آخذه زوج. تلغى وياه ما صارت غزوة لجشعم. جشعم فارسهم اسمه ياسر الجشعمي. المهم لما تعارك ويا حمد أخذه حمد، أخذ شو اسمه ياسر، أخذ حمد. بلش حمد لم العشيرة وسوى له غدا وقال عمي دور لكم شيخ أنا خلصت. وشال وين؟ شال ياسر الجشعمي. نزل يمه سوى له ذبائح. شقل لك هذا الفارس حمد نزل يمي، خذ الأحذى مده سير عليه بالليل، سوى له قهوة وجدد القهوة. ها يا حمد ايش عندك؟ قال والله أنا أعلمك بالصراحة بسر اتشانك تعبط سر. قل له. قال شنو؟ قال أنا مرة. قال أنت مرة يا حمد؟ قال لي بالله مرة، ورد أزوجك. قال له خير إن شاء الله. أخذه مشي عليه وأخذه وصار عنده أولاد 2، واحد منهم مات وهو صغير. وتالي شال ياسر الجشعمي ومرته حمدة للرياض، وهلها الساعة تاليتهم بالرياض. شو استفادنا من هالقصة هذه الربع؟ استفادنا منها اللي يدرب عياله على السلوم الطيبة وعلى الفعل الغانم تراهم يستفادون ويربون عليه. هذا درب له بنت وصارت ولد، وخلاه يهزم العشاير وخلاه يغزي وخلاه يجيب ابن أهلها ويجيب الخير وهي مرة، وقلبها وسواها ولد. اكو واحد ما يربي عياله ما يربيهم، يتيهون. وشوفوا اليوم تيهة الشوارع، وشوفوا اليوم المشاكل، وشوفوا اليوم السجون والبهذلة. عيالك ربهم، الله يرحم والديك، واللايكات والاشتراك ومشكورين ورحم الله والديكم.